بيبتدي الفيلم لما كان الطفل تشارلي بيلعب مع أصحابه، ولما كان متخبي بالصدفة في الدولاب بيشوف أبوه مع واحدة تانية. ده بيخوف الولد لدرجة إنه بيبقى أعمى مؤقتا، ومن يومها اتصاب تشارلي بالعمى كل ما بيدخل في موقف مهم. حتى في يوم فرحه بتتصدم مراته لما شافته اتعمى فجأة. بتعدي السنين وبنعرف إن ابنه فيليب اتصاب هو كمان باللعنة، وفي كل مرة بيحس بالخوف أو القلق بتتوقف الأجهزة الإلكترونية حواليه. وبعد 20 سنة لما مرات فيليب كانت حامل بتولد، وفي طريقهم للمستشفى وقعت على العشب. كانت الزهور بتدبل من حواليها. بيجي فيليب بسرعة وبياخدها للمستشفى، لكن في طريقهم كان خايف لدرجة ان العربية بتتعطل، وده بيخليه يولد مراته بنفسه، وفعلا بيقدر ينقذ ابنه. لكن لسوء الحظ الام بتموت بسبب التعب الشديد. وبعد 10 سنين كان الطفل جيمس عايش في الريف مع ابوه جدته. جده اللي هو تشارلي مات في حادثة بعد ما اتصاب بالعمى فجأة، وكانت الجدة اتأكدت ان عيلتها كلها اتصابت باللعنة العمى المؤقت. بتنصح حفيدها انه يفضل هادي دايما ويبعد عن المشاكل، لكن بدل ما يسمع كلامها بيعمل العكس. وكان جيمس عاوز يعرف ايه هي قوته الخارقة اللي جواه، وكان دايما بيشارك في الاعمال الجريئة. وفي يوم من الايام بيلبس سوبرمان وبيركب العجلة بتاعته وبيسوق بسرعة. جيمس عاوز يتأكد لو كان بيعرف يطير ولا لا، ولسوء الحظ بيقع من على العجلة وبيتصاب. بيرجع ابوه فيليب للمزرعة علشان يشوف الابقار اللي بيلاقيها ماتت في ظروف غامضة، وده في نفس المكان اللي جيمس اتصاب فيه. بيتضايق جدا وبيرجع البيت وبيزعق لابنه. بيتخبى الولد من الخوف جوه العربية. بيجبروا ابوه انه يخرج وبيضربه. وقتها بدأت المساحات الخضراء حوالين جيمس تموت. وقبل ما يفهم فيليب ايه اللي بيحصل بدأ يحس بألم وبيموت. حتى الجدة بتموت موتة فظيعة جوه البيت. وبعد كل اللي حصل ده بيضطر جيمس يتنقل لدار ايتام. كان في المكان الكل بيتنمر عليه بسبب انه ما تعاملش قبل كده مع حد. كان في طفل واحد بس هو اللي بيتعامل كويس معاه وهو ويليام، وبسرعة بيبقوا اصحاب. وفي يوم من الايام وقت ما جيمس بيستعد يستحمى بيدخل عليه المتنمرين وبيرموا الصابونه من الشباك وبيجبروه ينزل يجيبها. فجأة بيظهر كلب قدام جيمس، وده بيخوف الولد وبيصرخ وبيهرب. تاني يوم بيجمع مدير دار الايتام الطلاب وبيعرفهم ان الكلب بتاعهم اللي بيحبوه مات، وكان ميت في الظروف غامضه ومحدش يعرف السبب. كان المدير مفكر ان المتنمرين هم اللي عملوا كده لانهم دايما بيعملوا مشاكل، وبسبب الاتهام ده بيتجمع المتنمرين على جيمس وبداوا يضربوه. كان وقتها ويليام بيحاول يوقفهم لكن مش بيقدر. ولما خلاص كان جيمس هيموت بدأت قوته الخارقة تظهر، وبدأ كل الطلاب حواليه حتى ويليام يصرخ من الألم وبيموتوا. جيمس خايف من اللي عمله بيهرب من المكان بسرعة. وقتها كان ويليام قدر يهرب من المكان في الوقت المناسب وكان لسه عايش، لكن كان مصاب في رئته. وبعد كام سنة كانت مي في المستشفى. بيعرفها الدكاترة ان موتها مسألة وقت لان عندها مرض خطير، ولانها مش عاوزة تموت في المستشفى بتروح تحط مكياج وبتهرب من المستشفى. وبره بتقابل ويليام اللي كان بيتعالج في نفس القسم بسبب اللي حصل له زمان. بيحاول يتكلم معاها لكنها بتتجاهله وبتمشي للغابة. وبعد مشي لساعات وصلت لمكان كل النباتات فيه ميتة ومفيش اي اثر لكائن حي عايش هنا. وقتها بدأ المطر ينزل. بتجري مي لكوخ قريب وبيفتح لها شخص وبيطلع هو جيمس، وبنعرف انه قاعد هنا من وقت الحادثة بتاعة دار الايتام. عزل جيمس نفسه عن بقية العالم لانه خايف يقتل ناس اكتر. حتى بيطلب من مي تبعد من هنا وبيقفل الباب، بس لما بتترجاه تدخل لان المطر شديد بيسمح لها تدخل. وكانت دي اول مرة من سنين يتكلم فيها مع انسان. تاني يوم بتحاول مي تتكلم معاه بعد ما حست انه متوتر. بتديله جهاز الموسيقى بتاعها وبيسمع شوية وبيفتكر ذكريات لانه من سنين ما سمعش غير صوت الغابة. وبيرد لها الجميل بانه يطبخ لها. وبعد فترة بيقعدوا مع بعض وبتحكي له مي عن حالتها، ولان جيمس كان معزول عن العالم من فترة ما كانش يعرف ايه هو السرطان، لكن كان بيتمنى انها تتعافى في اقرب وقت. بيبص الاتنين للسماء وبيقضوا هناك وقت. وبعد ساعات بتقرر مي انها ترجع للمستشفى. بتودع جيمس وبتمشي. بعد دقايق بيشوف جيمس انها نسيت الجهاز بتاعها. بيجري بسرعة علشان يرجعه لكن بيتزحلق وبيعمل على التل. ولما بيفقد جيمس وعيه بدأت النباتات من حواليه تموت. ولحسن الحظ بتوصل مي للمكان وبتقدر تعالجه. بتصحيه وبترجعه للكوخ. اتصدم جيمس لما عرف ان مي لسه عايشة وهي كانت قريبة للمكان، وكان باين انها محصنة ضد قوته الخارقة. من ناحية تانية بدأ ابو مي والشرطة يدوروا عليها. بيقابلوا ويليام وبيعرفهم انها راحت للغابة. ولما سمعت مي صوت ابوها بيناديها من مسافة بعيدة بتتخبى بسرعة جوا شجرة ميتة مع جيمس، لكن كان عاوزها ترجع مع ابوها وتكمل علاجها، لكنها مش عاوزة تسيبه لوحده لانه مصاب. وكان باين ان الاتنين وقعوا في الحب. وفي وقت تاني بعد ما رجعوا للكوخ كانت مي بتحاول تساعده لكن بيبعدها عنه. ولما بتستغرب موضوعه بتسأله وبيعرفها جيمس عن الحالة بتاعته. بيعرفها انه قتل بالخطأ اهله والكلب
بريء، وقتل كمان اولاد دار الايتام. وكمان لما هرب من دار الايام كان صغير جدا وما كانش عارف يهتم بنفسه، وكان بياكل من التوت البري علشان يفضل عايش. ولحسن الحظ انقذه صياد من الموت وجابه للكوخ ده واعتنى بيه زي ابنه. بس كان جيمس بيحذره ويبعد عنه لكن من غير فايده. وفي مره خرج جيمس من الكوخ وبيلاقي جثه الصياد بره، وده زعله جدا لدرجه انه اخذ قرار يعزل نفسه عن العالم كله. ولما سمعت الكلام ده بتتعاطف مي مع جيمس اللي وقع ضحيه لقوته الخارقه. بيقضوا الليله البرد دي مع بعض، وبالنهار لما بيصحى بيلاقيها مشيت. بس الصدمه انه لما خرج من الكوخ شاف شويه من النباتات الحيه وحتى في طيور. وقتها كان مي في طريقها انها ترجع للمستشفى وبتكتب عليهم انها تاهت لما كانت رايحه تشم هوا. بس ويليام بيكتشف الحقيقه لما شاف الجاكيت بتاع جيمس الاحمر. بيحذرها من جيمس وبيعرفها انه شخص خطير، لكن مي مش عاوزه تسمع منه. بيروح ويليام اللي كان متضايق وبيعرف الشرطه كل حاجه لكنهم مش بيصدقوه. بيتضايق جدا وكان لازم يخدروه. بعد ايام بيتسلل جيمس للمستشفى علشان يدور على مي، لكن بالصدفه بيشوف ويليام لكنه كان خايف منه. بعد فتره وصل جيمس اخيرا لاوضه مي وبيفضل معاها الليله دي. تاني يوم بتحصل معجزه في المستشفى، كل المرضى بداوا يتحسنوا. بدا الاعمى يشوف والمعاق يمشي ومريض السرطان يخف. حتى ويليام اتحسن من الالتهاب الرئوي وبيستغل الفرصه وبيمسك مقص علشان ينتقم منه. في مكان تاني لما كان كل المرضى بره المستشفى بتلبسوا مي لبس المرضى وبيخرجوا. لسوء الحظ بينفصلوا عن بعض بسبب الزحمه. في اللحظه دي ويليام شاف جيمس وبدا يلومه على الحادثه اللي حصلت زمان. بيخرجوا بره المستشفى وبيحصل بينهم خناقه، وللاسف وسط الخناقه دي بيطعن جيمس في بطنه. في اللحظه اللي بدا ينزف فيها بدا كل حاجه حواليه تدبل، وبيبان ان قوه جيمس الخارقه بتتفعل حسب المزاج. اذا كان سعيد بتكون كل حاجه حواليه كويسه، ولو كان خايف او حزين مش هتحصل الا الحاجات السيئه حواليه. ولما فهم ويليام هو عمل ايه هرب بسرعه ووصلت مي. بيخاف جيمس هو كمان انه يكون سبب في موتها. بيهرب وبيغوص في النهر. بتنزل مي وراه لانه ما بيعرفش يعوم. بتمسكه وبتحضنه لكن للاسف كان مات فعلا. ولما كان بيغرق ببطء في النهر بدات النباتات تكبر حواليه. اخيرا بيموت جيمس وبتنتهي لعنه العيله الغريبه دي. وبعد 5 سنين بتظهر مي وهي بتحكي الحكايه لبنت صغيره. بتطلع البنت دي بنت مي وجيمس. وبس كده. لو عجبك الفيلم اتاكد انك ضغطت على الاعجاب واشتركت هنا بالقناه وفعلت الزرار بتاع الجرس. سلام.